الحقيقة أنا مش عارف أبتدي إزاي الموضوع ده، وهو موضوع مستفز جدا جدا وضايقني جدا. أنا دخلت اتحققت منه على موقع وزارة السياحة إن في سائحة أجنبية، وهي تعد واحدة من أشهر اليوتيوبر على مستوى العالم، وعندها 2 مليون متابع تقريبا، انفلونسر. دخلت راحت منطقة الأهرامات اللي هي تعد يعني من أهم المناطق السياحية في مصر بل والعالم. راحت هناك علشان تقضي يوم هي وصديقها وتتصور. فوجئت ان بيتم مطاردتها بمعرفة الشرطة وشرطة نسائية، ان بيجبروها انها تلبس برا. ما كانتش لابسة برا، فاجبروها واخدوها الى التواليت، ادوها برا معرفش جابوه منين، انها تلبس برا. وكمان فتشوا موبايلها ومسحوا الصور اللي على الموبايل هي وصديقها. البنت نزلت تغريدات على البيج بتاعتها. طبعا التغريدات دي في منتهى الأذى لمصر، يعني فعلا في منتهى الأذى لمصر. مصر يا جماعة حاليا في أمس الحاجة إلى دولار. دولار بيساعدها انها تجيب بيه الغذاء، بتساعدها انها تجيب الاحتياجات النفطية، بيساعدها انها تجيب بيه الأدوية للمرضى وإلخ من الطلبات. يا جماعة اللي بيحصل ده ما ينفعش. ما ينفعش، احنا محتاجين السياح. يا جماعة أنا قلتها قبل كده، السعودية بدأت تتحرر وتتخلص من الفكر السلفي، الفكر المتشدد، اللي هي تعتبر في منتصف السبعينات كانت رائدة فيه وتصدر لنا احنا الفكر ده هو. يا جماعة السعودية بتسبقنا دلوقتي، بتعمل مشروع نيوم في البحر الأحمر، بتعمل موسم الرياض، بتعمل حفلات ترفيه. الامارات نفس الكلام. انا اضطريت انطق لان بصراحة اللي بيحصل في مصر مش طبيعي. هل انتوا عايزين تخلوا مصر افغانستان والشعب يتناحر وتبقى دولة دينية تنتهي تماما؟ افغانستان كانت منارة الثقافة والعلم في السبعينات والستينات، وادخلوا على اليوتيوب وشوفوا. افغانستان النهاردة ضاعت، الناس بتهرب منها. الناس دلوقتي في السعودية وفي الإمارات وفي قطر انفتحوا على العالم وبقوا دول جاذبة للسياح وللاستثمار، وبتخش لهم العملة الصعبة. انتوا عايزين تعيشوا ولا عايزين تموتوا مصر؟ انتوا عايزين ايه؟ خافوا على بلدكم مش كده. انا فعلا منفعل لان البنت دخلت كتبت تغريدات وتويتات عندها يعني مجحفة لبلدنا، هتضيعنا. يعني دي بيتابعها 2 مليون، لو كل واحد فيهم انطبع الانطباع المتشدد ده عن بلدنا البلد هتضيع. شعبا وحكومة تكاتفوا من أجل الوطن، تكاتفوا من أجل السياحة. السياحة اللي هتخرج مصر من عنق الزجاجة. احنا مالنا؟ احنا مش مفوضين من ربنا سبحانه وتعالى علشان نحاسب البشر. ربنا ما كلفناش بكده. كل واحد حر في نفسه، مسؤول على نفسه. كل نفس بما كسبت رهينة، صدق الله العظيم. يا جماعة مش كده، ارحموا البلد. ارحموا البلد. البلد هتضيع بالمنظر ده. يعني انا مش عارف، ايران نفسها بتتحرر دلوقتي من حكم الملالي. فيهم انتفاضة جامدة جدا بسبب البنت اللي ماتت بسبب شعرها. بتنتفض ايران دلوقتي وبتتخلص من الحكم الديني. البلاد اللي كان فيها حكم ديني بلاد ضاعت. يعني محدش قال لك تعمل زي الخواجايه لما جت، بس ما تبقاش كده، ما تبقاش كده. فوقوا بقى يا جماعه، بلدنا هتضيع بالمنظر ده. الواحد فعلا بيتكلم من حرقه الدم والخوف عليها. البلاد اللي حوالينا بقت بتسبقنا. قطر بتنظم كاس العالم. الامارات بقت دولة جاذبة جدا، رقم واحد دلوقتي في الاقتصاد العالمي في الشرق الاوسط. بيجي لها 23 مليون سائح سنويا. لو كل سائح صرف 1000 دولار هيخش لها 23 مليار دولار. يا مصريين فوقوا، حرام.